السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناة، بس بمناسبة عيد الاضحى حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واشارك معاكم بقى ان احنا نعمل حواوشي كده في العيد بطريقة اقتصادية وبسيطة زي اللي انتم شايفينه الجميل ده. يلا بينا نبدأ عشان ما اطولش عليكم الفيديو، واقول لكم المقادير السهلة البسيطة لاي حد لو لسه ما بيعرفش يعمل المعجنات في البيت، هيعمل عجينة بطريقة سهلة جدا. اول حاجة انا جبت طبعا الطبق بتاعي، حطيت فيه 4 كوبايات من الدقيق، ونزلت عليه بقى بالخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا المعجنات كلها محتاجة رشة ملح وسكر، فهنحط رشة ملح ومعلقة سكر عشان طبعا الخميرة تتفاعل مع الدقيق، ونقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض. هنحط بقى 3 معالق زيت، يعني مش هنكتر في الزيت، احنا كده كده هنطلع العجينة طرية وهشة وما فيهاش اي مشكلة. هنكون محضرين جنبنا كوبايتين مية دافيين، هنحط الكوباية الاولانية كاملة ونقلب بسرعة، ونضيف الكوباية التانية شوية بشوية، ونشوف حسب نوع العجين اللي معانا هيستخدم قد ايه من المية في الكوبايه التانية. ونبتدي بقى ايه نعجن بايدينا كده زي ما انتوا شايفين. انا بعجن بحتاج ميه، بحط شويه ميه، هتلاقي العجينه معاكي لزقت في ايديكي. بصي بقى الخطوه دي مهمه جدا، لما العجينه تلزق معاكي في ايديكي شيلي العجين خالص من ايديكي، يعني حاولي تفرجي العجين من ايديكي وتروحي تغسلي ايديكي، وتسيبي العجينه مجرد مثلا ثانيتين 3. لما هتيجي بايديكي ناشفه كده هتحطي فيها مسحه زيت وتقلبي العجينه، هتلاقي العجينه طلعت معاكي بكل سهوله. ما تقعديش بقى تزودي في دقيق وتحطي في دقيق فالعجينه هتنشف منك وهتطلع برضو من الفرن ناشفه، لا، الحركه دي هتخلي معاكي العجينه سهله جدا. ترشي بقى شويه دقيق على اي سطح انت بتعجني عليه، وتعجني العجينه كويس جدا لغايه ما تبقى ملساء معاكي شبه الايه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطبق بتاعنا هيتغسل وهنرجع نجيبه ونحط فيه مسحة زيت، يعني هنحط نقطة زيت كده ونحط ونقلب الطبق كله بالزيت بالفرشة، ونحط العجينة. وبرضو العجينة هنمسحها بمسحة زيت بسيطة كده من فوق، ونغطيها بكيس بلاستيك ونحطها في مكان دافي زي مثلا الفرن. لو احنا درجة الحرارة عندنا باردة زي الشتاء مثلا، ممكن ان احنا ايه ندفي الفرن شوية وبعد كده ايه نحط ايه العجينة. طبعا هنقفل النار، مش هنحط العجينة والنار شغالة. طب بعد كده بقى هنبتدي نحضر الايه اللحمة بتاعت الحواوشي. انا جبت هنا بقدونس، كنت غسلاه كويس جدا، قطعته قطع صغيره، يا ريت ما نحطوش في الكبه يا جماعه، لا لما بيتقطع بيبقى طعمه احلى. وجبت فلفل طبعا كوبي زي ما انتم شايفين كده، وبرده قطعته قطع صغيره جدا. اي حاجه يا جماعه هتتحط في الحواوشي ما تتحطش في الكبه، لما بتتقطع بتدي طعم تاني خالص. انا جربت الطريقتين، لا فعلا التقطيع بتفرق جدا. وهنقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قطع صغيره، وهنجيب بقى بصلتين كبار كده ونروح مقطعينهم برضو. طبعا دي طريقة سهلة جدا وانا بقطع البصل، يعني دي اسهل طريقة. وانتي بتقطعي البصل، في ناس بتقطع على ايديها مفيش اي مشكله، قطعي بالطريقه اللي تريحك. انا كل طبعا اللي انا حطاه ده على نص كيلو لحمه مفروم، فحابه تزودي خضره تاني مفيش مشكله، حابه تزودي فلفل مفيش مشكله. قطعي، اهم حاجه كل المكونات اللي معاكي دي قطع صغيره. وبعد ما تقطعي البصل لازم تنزلي بالفلفل الاسمر والملح، خلي البصل اخر حاجه يتقطع. طيب انا بقى هنا حطيت الكيس بتاع ال7 بهارات ده، جميل جدا جدا جدا. طب عشان اقول لكم المقادير مظبوطه، نص كيلو اللحمه بيتحط عليه معلقه ممسوحه من الملح ومعلقه من الفلفل والكيس البهارات، واخر حاجه حطيتها طبعا معلقتين البصل البودر. ايه سبب البصل البودر اللي انا حطيته؟ علشان كل طبعا الخضره اللي انت حطاها هتنزل ميه جوه العجين، فعشان طبعا ما تخليش العجين طري بزياده، احنا البصل البودر اللي بنحطه بيمتص السوائل اللي نازله من الخضره في اللحمه. نبتدي بقى نلبس كيس بلاستيك عشان البكتيريا بتاعت اللحمة، ونعجن طبعا كل الخضرة مع اللحمة في كويس جدا. وبعد كده جبت العجينه طبعا بعد ما اتخمرت، وقطعتها لقطع صغيره. العجينه يا جماعه قبل ما بنمسكها برضو بنمسح ايدينا بمسحه زيت عشان ما تمسكش في ايدينا، تمام؟ ده على حسب نوع الدقيق، لان في دقيق كتير بيلزق في الايد.
المهم طبعا قطعتها لقطع صغيره كده، لدوائر صغيره، وابتديت بقى هقولك طريقتين تفردي بيها العجينه. اما ان انت لسه مبتدئه فهترشي دقيق على السطح اللي انت بتفردي عليه، وتفردي العجينه بتاعتك على شكل دايره، ده لو انت لسه مبتدئه اهو بالطريقه دي. وتحطي طبعا دقيق من فوق ومن تحت عشان ما تلزقش في النشابه وما تلزقش في ايدك. تمام كده، بسيطة جدا. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنحط فيها الحواوشي، هندهنها برضو بزيت ونفرد بايدينا. فرد العجين بيبقى من جوه لبره عشان ما تقطعيش العجينة او ترققيها من بره قوي وتسيبيها من جوه سميكة، لا بنفرد من جوه لبره. بعد ما بنفرد وبنعملها على شكل دايرة، طبعا بنلبس الكيس تاني وبنحط اللحمة بتاعتنا وبنسويها. واحنا بنحط اللحمة بقى ما تضغطيش قوي على العجينة، عشان ممكن وانت بتضغطي على العجينة تعملي ايه، تعملي ثقب في العجينه من تحت، فكل السوائل اللي في اللحمه تنزل تحت طبعا، وتعمل ايه روايح بقى في الفرن او تحرق العجين من تحت. لا احنا بنحطها بطريقه بسيطه وبطريقه يعني ايه سهله كده، بس ما تضغطيش على الايه العجين اللي انت فردتيه. الطبقه التانية هنرش دقيق، وبنفس الحكايه هنفرد بقى ايه العجين بالنشابه. قبل ما تفرديها طبعا بتكوري الدقيق العجينه في الدقيق كده علشان برضو ما تمسكش في النشابه. طب واحنا بنحط الطبقه التانية بنحط العجين ازاي؟ بنحط العجين في نص الحواوشي اللي احنا حطيناه، ونشد من جوه لبره ونلزق العجينه. دي سهله جدا، بنحطها في النص مش بنحطها من على الطرف وتلاقي حته العجينه كلها كفت في مكان ومش ما كفتش في مكان تاني. لا بتحطي في النص العجينه وتشديها من ايه من الاطراف كده من جوه لبره، وتقفلي الطبقه اللي تحت على الطبقه الايه اللي فوق بالشكل ده. هيطلع معاكي احلى حواوشي ولا كانك جايباه من بره. والله اعمليه كده في البيت وقدمه لهم، هيقول لك لا انت شاريه من بره. ما ننساش بقى نخرم العجينه علشان طبعا ما تنفش معانا وتعمل هوا من جوه. وحابه ان انت تدهني وش العجين بصفار بيض مفيش مشكله، حابه ان انت تدهني بلبن عشان لو انت ما بتحبي زفاره البيض مفيش مشكله. واخر حاجه رشه السمسم بتاعتنا، ويا سلام بقى لو عندك حبه البركه رشي حبه البركه زي الفل. الطريقه التانية بقى لو انت بقى متمكنه من العجين زي ما انا كده عملت، جبت الكره بتاعت العجين لفيتها في الدقيق وحطيتها على طول في الصينيه وفردت بايدي من جوه لبره. وبعد كده حطيت اللحمه نفس الحكايه كده وفردتها بطريقه بسيطه وهشه كده علشان ايه ما نعملش ثقب في العجين من تحت. واخر طبقة برضو نفس الحكاية هنجيب رشة دقيق وهنفرد العجينة بطريقة بسيطة وبالنشابة ونحطها نفس ما حطينا المرة اللي فاتت. دي الطريقة السهلة اللي تخليكي ايه تفردي الحواوشي. والله لو اتبعتي نفس الخطوات دي لا تعملي احلى حواوشي في البيت وطري وجميل زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا الفرن هيكون متسخن على درجة حرارة 180، وهتحطي على طول العجين الحواوشي كله في الفرن. شوفي بقى الفرن بتاعك بياخد صينية ولا صينيتين، هتلاقي نص ساعة استوى معاكي وطلع بالشكل الجميل المحمر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعد طبعا ما فردنا العجين والحواوشي بنفرد بنرش رشه من البيض او ايه الدقيق او اللبن عذرا، او وبعد كده بس السمسم. بصوا بقى شكله جميل ازاي ومحمر وجميل. تعالوا بقى نقطع وطري والله وهشه. بصوا احلى من اللي بيجي من بره، ونظافه وجمال وريحه، ريحته قلبت الشقه بصراحه. بصوا جميل ازاي ومليان ما شاء الله. الف هنا وشفا بقى. يا ريت بقى تدعموني وتشجعوني بدل الاحباط اللي انا فيه ومش بنزل وصفات على القناه، وتقولوا لي رايكم في تعليقاتكم الحلوه. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لغايه هنا يا ريت تشتركوا في القناه وتدعموني. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات العيد.